علامات لو ظهرت عليك الحق نفسك بسرعة واجري على الدكتور لأنها بداية الإصابة بسكتة دماغية خلال أيام. كلنا عارفين إن السكتة الدماغية بتحصل فجأة وملهاش أي مقدمات، ولحسن الحظ في بعض الأعراض اللي بتشير لحدوث السكتة الدماغية زي الصداع أو التنميل أو الوخز، وده اللي بيعاني منه الكتير قبل أيام من إصابتهم بسكتة دماغية. وطبعا تركيز الألم بيكون على الذراع وممكن ساق واحدة، وده بيكون بسبب انخفاض تدفق الدم في الدماغ بصورة مؤقتة. وطبعا الدوخة المفاجئة وفقدان الاتزان والارتباك وإيجاد صعوبة في الفهم وفقدان مفاجئ للرؤية بأحد العينين وحدوث تخدر في جانب واحد من الجسم. وطرق الوقاية من السكتة الدماغية بتكون باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، واللي بيقلل فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم، والوقاية من مرض السكر واللي بيمثله مقدمة للإصابة بالسكتة الدماغية. وطبعا ممارسة الرياضة وتقليل الملح والإقلاع عن التدخين. فلو لاحظت إصابتك بأي عرض من أعراض السكتة الدماغية فلازم تزور الطبيب في أقرب وقت قبل فوات الأوان. ولحد هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو كنت بتشوف المقطع عن طريق اليوتيوب فما تنساش تدعمنا باللايك والشير والسبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ولو كنت بتشوف المقطع عن طريق التيك توك فما تنساش الاعجاب والمتابعة والمشاركة والاكسبلور. دعمكم لينا هيخلينا نستمر. خدوا بالكم من نفسكم. سلام عليكم.